انت جايب كل دول حاططهم في فريق واحد. يعني انا شايف بصراحه كتر خير الاهلي بالمستوى اللي هو بيقدمه ده. عندك ليفربول وقع في حاجه زي دي. بصراحه انا ضد الحته دي. انا شايف ان هو انت معلش تخيل يبقى معاك التولز زي ليفربول برضو معاك التولز وبرضو بتقول لا احنا بدانا نتحسن. لا انت وبعدين خد بالك انت الناس دي بدات تجيبها من بدري. يعني الاهلي مش لسه جايب الناس دي السنه دي، جايبها في اخر الموسم اللي فات من ايام كولر. اللي اجدع منه اللي هو ريال مدريد اللي هو ليفربول وقع فيها. فدايما بيتهاجموا هم ما تهاجموش. يعني ما هم تهاجموا. انا رايي الاهلي هيقع فيها وهو واقع فيها. انا عشان كده بقول لك كتر خير. مين اللي بيلعب لعب الفرق؟ ما هو ما فيش. ما خلي بالك دي مشكله الاهلي. شايف الاهلي مش عارف يلعب كده يعني بصراحه. انا لو انا اهلاوي انا هبقى عايز الراجل ده في ناس يقعدها في ماتشات مش علشان يقرص ودانهم ولا يتخانق معاهم، علشان يعرف يلعب. ما بيجيب جون احنا عارفين كلنا بنقول ايه الاهلي بيجيب جون ركب الماتش. الاهلي بقى دلوقتي لا بيجيب جون بيرجع. وهقول لك على حاجه انا هقول اللي واللي عليه. انا شايف ان كتر خيرهم دلوقتي ان هم ابتدوا يقفوا على رجليهم من تاني عشان هم كانوا كتر خيرهم بس يا عم ما تقوليش يا عم. انا هقول لك جايبين الناس كلها تقول لي كتر خيركم. امال هتعملوا ايه؟ عندك نواقص كتيره جدا. انا دلوقتي لسه بكلم عندك نواقص كتيره جدا في الحته الدفاعيه. فعلا انت محتاج باك شمال. فعلا انت محتاج ترجع. انت دلوقتي بتتكلم ان في محمد عبد المنعم محتاج يرجع احتمال يرجع. وعندك حسام عبد المجيد. فانت عندك نواقص. خلي بالك النواقص دي انت بتتكلم في خط دفاع كامل وعندك نقص دفاعي رهيب. حتى الفرده اللي كانت بتشيل عندك الحته لما بتلاقي نفسك خلاص جبت جوان وعايز تنزل تدافع هو اليو ديانج بيمسك لك نص الملعب الدفاعي هيمشي. فده دور مدرب بصراحه الفتره اللي جايه ودور اداره. يعني انا شايف ان بصراحه لازم يرجعوا محمد عبد المنعم ولازم يشوفوا حل الموضوع السنتر باك ده ولازم يشوفوا حل الموضوع الباك اليمين والشمال. محمد هاني كتر الف خيره بس خلاص. حتى اكرم مشي اللي كان بيشيل معاه. لازم بديل. لازم واحد بجد فرده. عمر كمال انا شايف بصراحه في الشياكه هو حرفيا الولد ده لا الانفرادات كلها صعبه. انا اي انفراد بسمع الصوت معلم. هو صعب. الولد عنده كل المقومات اللي تخليه احسن باك يمين في مصر. قوي سريع وطول واسع. عنده كل حاجه. ناقصه دي بس انا شايف بصراحه هو دايما لما بيجي يلعب بيتظلم ان هو مش بيلعب في مركزه. عمره ما لعب باك يمين. حتى لما بيلعب رايت ميد اللي هو بقى طياره وهو عنده الحته دي حلوه. بس يا سلام لو في مدرب كده يمسكه ويخليه يدافع بس. انا شايف ان ده ممكن يبقى في حته ثانيه.